السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين يلي في بيوتكم منورين؟ صلوا على النبي يا حبايبي قبل ما نبدأ اليوم الجميل بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا يا حبايب قلبي زي ما تعودنا، ويا رب الفيديو الجاي يكون ربنا طمن قلبنا، ويكون الدعوات اللي احنا بندعيها كل يوم ربنا يستجاب مننا ان شاء الله. طبعا انتوا عارفين ندعي لاخواتنا وحبايبنا في غزة وفلسطين وفي السودان وفي العراق وفي ليبيا واليمن ولبنان، ويعم الخير في بلادكم وبلدي مصر. اللهم عم الخير في بلدي مصر وبلدكم، ويعم الخير والسلام، ويألف ما بين القلوب وما بين الشعوب، ونعيش جميعا في سلام حبايب قلبي. وتعالوا بقى في المناظر الجميلة دي نتكلم ونفضفض في بعض الأشياء، ممكن تكون إيجابيات وممكن تكون سلبيات، انتوا بقى تقيموا في كلامي هذا. بص يا حبايب قلبي، في حاجات كده بتخلي بعض الناس تتضايق مني او منك او اللي فيه الصفة دي. ممكن تكون الصفة دي فيا انا، وممكن تكون في حضرتك او حضرتك، من غير ما ناخد بالنا، من غير ما حد يحسسنا ان الصفة اللي هي مش كويسة دي للأسف فيا. وهي ايه يا حبايب قلبي؟ صفة ان هي الواحد بيتدخل في اللي هو ملوش فيه. بمعنى هتقولوا لي يا ماما امان، ما انت ساعات بتتدخلي في حاجات. لا، انا لما بتدخل في حاجات فيها اصلاح، انا ما بتكلمش على هذا الموضوع نهائي نهائي نهائي. بتكلم عن ايه؟ هوضح لكم اكتر. في بعض الناس للأسف بتبقى انت مثلا بتتكلمي معاها او بتتكلم معاها في شيء ما، تمام؟ نبص نلاقي بتدخلك في بعض الخصوصيات، وبتبقى عايزة تعرف عنك حاجات كتير، وانت ما بتبقيش للأسف عايزة تقوليها، او ما بتبقيش عايزة ايه تصرحي بيها. طبعا ده بتخلي الواحد لما بتبقى صديقتك دي او اختك او اي حد ايا كان بيسألك على على بعض الاشياء، هقول لكم امثله. بمعنى مثلا انا بنتي مثلا اتخطبت، او بنتك اتخطبت، تقدم لها واحد، بتيجي مثلا في الشغل في زميله ليكي بتتكلمي معاها، بتقولي لها والله ده بنتي اتقدم لها واحد والحمد لله، ربنا ادعي لي ان ربنا يتمم لي بنتي على خير. تيجي بقى هي تعمل صديقتك دي او زميلتك دي او اختك تيجي تدخل في جميع شؤون العيله. طبعا انت بتبقي متضايقه وانا حاسه بيكي، طبعا انت بتبقي زعلانه وحاسه بيكي، بتبقي ندمانه ان انت مش تشركيها في فرحك، بتبقي ندمانه ان انت طلبت منها انها تدعي لك، وبتندمي. ليه؟ لان هي بقى بتقعد تفصص وتحلل الموضوع. الكلام ده انا بقوله واكيد بيحصل معاكم كتير، واكيد اللي بيتدخل في الحاجه دي ما بيبقاش واخد باله، او هي عاده سيئه. تيجي تقولك مثلا هي بنتك هتتجوز فين؟ سؤال عادي، تمام، مفيش مشكله. والله بنتي هتتجوز في نفس البلد اللي احنا فيها. طيب هو هيجيب لها ايه؟ تقولي لها هيجيب لها كذا. طيب هو بيشتغل ايه؟ تفضل تفصص فيك. طب هيجيب لها مجوهرات قد ايه او ذهب قد ايه؟ تبقى انت مش عايزه تقولي، تبقى انت جواكي كده ندمانه. وفي بعض الاحيان بتضطرك ان انت تكذبي.
بتبقي انت مش عايزه مثلا عريس بنتك او اللي تقدم لبنتك ده مثلا جايب ب 200 300 الف 400 الف مثلا بتاع مجوهرات او ذهب زي ما بنقول عندنا هنا في مصر. تقوم انت تقولي ايه، تكذبي بقى، تقولي ايه ده هيجيب لها بس خاتم ودبله، ده هيجيب، تقللي في الكميه. ليه؟ ما انت شفتي هي عماله تتدخل في الشؤون اللي هي ملهاش فيها. لا يا حبايب قلبي، انا مش عايزه كده، انا مش عايزه كده. عايزه اللي قدامك لما يقولك يبلغك عن اي خبر، اي خبر، هو مش عايز منك غير ايه؟ غير الدعاء. هو مش عايز منك غير ايه؟ غير ابتسامه جميله مع الفرح. هي بقى صاحبه الشأن فضفضت معاكي وقعدت تقول لك ايه، والله يا امل، او والله اي اسم، والله يا حبيبتي ده هو عيلته طيبه، إيه بسم الله ما شاء الله، ده متيسر الحال، إيه ده، تقعد تحكي لك على اسرار. ممكن انت ما انتش عايزه تسمعي الاسرار دي، بس هي عايزه، هي حابه وهي مؤتمناكي ان انت تقول لك اسرار وفرحانه بان بنتها ربنا كرمها، وعايزه تبين الخير اللي هي بنتها فيه. تمام، دي حاجه. في بعض الناس مثلا تيجي جارتك مثلا، ولادك مثلا ما شاء الله عرفت ان ابنك مثلا كبر، تفضل حشره نفسها كل ما تشوف خلقتك يا ست ما تخطبي لابنك، تفضلي تقولي لها والله ده الامكانيات ما تسمحش، ابني لسه ما اشتغلش. تقول لك طب ما انت بابايش يجوزه ويعمل ليه تدخلي نفسك في حوارات وتزعلي الناس منك ليه؟ زي ما بنقول ضع الخلق للخالق. طبعا الحاجات اللي زي دي يا جماعه بتضايق جدا جدا، بتضايق الناس جدا جدا من بعض الأشخاص اللي بيتدخلوا وبيفرضوا رأيهم على الناس زيادة عن اللزوم. الأشخاص اللي زي دي للأسف بنبقى في يعني بنندرج أو بنبعد عنه، مش بنخاصمهم، بس بنحاول ما نعرفهمش أي حاجة عننا، بنحاول إن احنا ما نقربش منهم. لأ، هي بقى تقعد تدوش دماغي كل ما افرحها واقول لها خبر سعيد عن حياتي او عن ولادي او اي حاجه جميله في حياتي، ابص الاقيها عامله لي استجواب وتدخل نفسها في كل حاجه ما تخصهاش. انا هقول لحضراتكم حاجه، اللي فيه بعض يعني، بصوا احنا عايزين نراجع نفسنا كلنا، تراجعوا نفسكم كده بعد ما تسمعوا الفيديو ده، تقولي ماما امان الحاجه اللي هي قالتها دي أنا بعملها مع أخواتي، أنا بعملها مع قرايبي، أنا بعملها مع زمايلي في الشغل. نفكر مع نفسنا كده مرة واثنين وثلاثة، وأنا نفسي هفكر برضك في الموضوع ده. ممكن أنا بعمل الحاجة دي من غير ما أخد بالي، عن غير قصد. يبقى نصحح أخطأنا ونفكر مع نفسنا اللي غلط في جوانا واحنا مش شايفينه. ولما حد يدينا نصيحة في بعض الأمور مش نحاول، لازم نتقبلها، لأن أختك أو أخوك أو صديقتك اللي هي شايفة فيكي حاجة وقالتها لك بطريقة مباشرة، إن شاء الله نتعلم من بعض، إن شاء الله نستفاد من بعض، إن شاء الله ما نتدخلش في شؤون الخير إلا للإصلاح. وأقول لحضراتكم حاجة، لما بنيجي نصلح مثلا في الأسرة الواحدة، ولادك مثلا على طول مختلفين، بتحاولي بطريقة ما تصلحي ما بينهم، تكلمي ده وتكلمي ده مرة واثنين وثلاثة. أو ابنك مثلا بيغلط في بعض الأشياء خارج البيت، ما تفضليش بقى تزني، ادي النصيحة. ده يعني من وجهة نظري، ادي النصيحة مرة واثنين وثلاثة، وبعد كده اللي قدامك ما قبلش النصيحة يبقى يتحمل نتيجة أخطائه. وهنا إن شاء الله الفيديو يا حبايب قلبي أتمنى إن هو نستفاد منه ويكون أعجبكم، وما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة وبرأيكم في هذا الموضوع.
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.